إذا أنت وصلت لإسطنبول وجيت القبة تشارشي وتسوقت وطلعت واشتهيت نرجيلة، تعال أدليك على مكان تدخن فيه نرجيلة درجة أولى. نتمشي على ايدنا اليسار باتجاه سلطان أحمد، مسافة كلش قريبة، دقيقتين لحد ما نوصل هذا الباب. وهذا المكان طبعا موجود باسطنبول صار له أكثر من 350 سنة، يعني مكان تاريخي، وصار أكثر من 50 سنة موجود النراجيل بها. أرنلر كافيه أو أرنلر نرجيلة اسمها. وأجود أنواع النراجيل اللي عجبتني بيها نرجيلة الورد بالنعناع، وصار عندي إدمان عليها. يعني كل ما أفوت من هذا المنطقة لازم أفوت على هاي المكان وأقعد وأدخن لي نرجيلة ورد والنعناع. يعني من تنزل من الترامفاي تقدر تشتم ريحة الورد بهاي المنطقة، وسببها هاي الكافتيريا. وطبعا كل زباينهم من الأتراك والأوروبيين، رجال ونساء، يجون يقعدون هنا. مثل ما تشوفون نظافتهم درجة أولى. كل ما تدخن نرجيلة يغسلوها وينظفوها يغيرون ميها. صدقني إذا أنت باسطنبول لازم تزور هذا المكان. طبعا من توصل هنا لازم تدخن نرجيلة ورد ويا شاي تفاح.